السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله، وتكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اخيرا كتاب نهز التليفون ونهضر معكم. توحشتكم بزاف بزاف، وسمحوا لي ما جاوبتش على التعاليق ديالكم، وما بقيتش جاوبت بزاف ديال البنات، لقيتهم مصيفط لي دي ميساج، غير سمحوا لي وصافي. المهم كنت كنمر واحد الظروف، الحمد لله دازت بخير وعلى خير. جيت نتناقش معكم في هذه المساله هذه باش حتى نتوما تردوا البال. هذه القضيه هي ديال دوك الاورام الليفيه اللي كتكون في الرحم من عند السيدات، يعني ما تستهزئوش بها وما تقولوش بلي راه حاجه عاديه زعما نبقى بها، واخا دير ليا مشاكل في الدوره، واخا دير ليا نزيف، واخا دير ليا دوك النقيطات، واخا دير ليا داك الوسخ، راه عادي ماشي مشكل نبقى بها. لا ماشي عادي يا اختي. من الافضل انك لا حسيتي براسك فيك النسيف، اولا فيك دوك النقيطات كتار كثروا عليك، اولا يعني كتجيك كتر من الايام العاديه اللي خاصها تجيك فيها يعني الدوره الشهريه، اولا الايام الاولى اللي كتجيك فيها كتجيب واحد الغزاره بزاف. يعني هادشي كامل من العلامات ديال ان رافك الاورام الريفيه الليفيه، وانها غادي دير لك مشكل. المشكل اللي دارت لي انا هو ان دارت لي فقر الدم. فوليت كنحس بالسخفه، ما بقيتش كنقدر نطلع في الدروج. وقعوا لي بزاف ديال المشاكل في الصحه ديالتي، وكنت كنقول واقيلا راه العيا ماشي شي حاجه، يعني راه ستريس، راه الروتين ديال النهار. يعني كنت كنعطي بزاف ديال المبررات، حيت ملي كنت كنمشي عند الاطباء تيقولوا لي هذا راه ورم ليفي، ماشي شي حاجه اللي تخافي منها، يعني عادي تقدري تعيشي بها عادي. مع اني خديت وصفات ولكن ما دابش ليا. وبعض المرات كتملي بكثرت ما كتشربي الوصفات، فكتحسي تيولي يضرك مسارنك، تولي تضرك كرشك، يعني كيوليو يضرك حوايج اخرين، فكتحبسي دوك الوصفات ما كتقدريش تكمليهم. او حتى الخاطر ما كيبقاش ملي كيكونوا حوايج اخرين عندك في الحياه ديالك، يعني مبرزطينك، ف كتحبسي ما تكمليش. داكشي علاش حتى انا حبست. ولكن ملي كثر عليا الحال صافي مشيت عند الطبيب، فقال لي عندك اورام ليفي. في الاول كان كيبان غير ورم واحد ليفي، اللي هو كنقولوا حنا بحال الكره صغيره. ولكن ملي درت التحاليل على قبل، حيت صافي قررنا ان ندير العمليه باش نحيدو. ملي درت التحاليل لقيت عندي فقر الدم، فمشيت عند الطبيب قلت له انت راه درت التحاليل لقيت فيهم فقر الدم هاكين ولكن. قال لي راه هو اللي دار لك فقر الدم على حساب داكشي اللي عاودتي ليه، يعني شي امور شخصيه عاودتها لي كيوقعوا ليا. فقال لي انا داكشي اللي عاودتي ليا وهذا الشيء راه هو السبب فاش دارلك هاد فقر الدم، يعني هذاك الغزاره ديال الدوره الشهريه وديك المده الطويله وشحال من حاجه، يعني هي كتكون من الاسباب ديالو هوايا، فهي كتسبب فقر الدم. فخديت الادويه واحد الاسبوع، خديت ادويه اسبوع حيت ما قدروش يزيدوا لي الدم. قال لي من الافضل بلاش، عطاني قال لي الاسباب علاش وهذا، حتى عندي مشكل في حساسيه من بعض الادويه، فاضطرينا اننا ناخذ غير الحبوب ويعني الاكل الصحي باش نعوض الدم، باش ملي تجي الوقيته ديال العمليه دوز كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. والحمد لله مشيت درت العمليه. مشيت عند الدكتور السلامي، عزيز السلامي اللي كاين في كازا، هو اللي تبعت معاه وهو اللي درت معاه العمليه في كلينيك ديال اشبيك في كازا. تا هو كلينيك زوين الصراحه، تقال يعني البنات تبارك الله ما شاء الله عليهم. انا ماشي كندير لهم اشهار، ولكن داكشي اللي شفت. تبارك الله على البنات. يعني تيتعاونوا مع الناس بهضره زوينه، معامله زوينه، خاطر يضحكوا معاك، يعني يهونوا عليك داكشي اللي داز، يعني صراحه معامله زوينه بزاف. وحتى الطبيب تبارك الله عليه ما شاء الله عليه، يعني في المستوى ما شاء الله، يعني راه معروف ما محتاجش الشهاده ديالي في حقه. والحمد لله دازت داك النهار داز بخير وعلى خير. وحيد ليا لي بوليب شحال من واحد، ماشي غير واحد، وصافي صيفطناهم للمختبر. الا بغيتي تديهم نتيا المختبر اولا يصيفطوهم هما، يعني اللي بغيتو ماشي مشكل. والحمد لله خرجوا مزيانين، ماشي شي حاجه خايبه، الله يستر.
صافي هذا ما كان. ومن بعد منها عاد مع الدواء ومع الغذاء ومع الريجيم ومع شحال حاجه عاد وليت كنحس براسي الحمد لله، الحمد لله بخير وعلى خير. الامور كلها دازت مزيان الحمد لله، يعني كلشي داز مزيان الحمد لله. هذا هو السبب اللي خلاني غبرت عليكم وبعد شويه. يعني ملي كتجيك شي حاجه متابعه يعني الحمد لله على كل حال. انا غير بغيت نقول لكم اللي عندها البوليب وما بغاش يذوب ليها مع الوصفات الطبيعيه، حيت هو فيه انواع، فيه داك اللي كيكون عامر بالدم وفيه داك اللي كيكون عامره بالماء بحال الكيس. يعني اللي ما دابش ليها تبقى دايره مراقبه، اللي ما دابش لها دير مراقبه ديال فقر الدم. الا بان لها راسها بدات كتجيها لانيمي اللي هي فقر الدم، تمشي تبالي براسها ودير العمليه وتحيدو وتهني راسها، وديك الساعه تبدا الريجيم وتبدا الحياه الصحيه اللي بغات تبدا. اما هو صراحه انا زرفني هاد المره، ولكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله كل تعليمه بقرصه الودن كما كيقولوا، ما عرفت كي كيقولوا لها. الحمد لله على كل حال. نتمنى نشوفكم بخير وعلى خير ان شاء الله، ونرجع معكم هنا ونفيدكم وتفيدوني ان شاء الله. وتوحشتكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.